هلو يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة انا هتكلم عن مرهم او كريم. انا شايفة من وجهة نظري انا انه ما ينفعش تستغني عنه خالص وما يكونش موجود في بيتك. يمكن اول مرة اتكلم عن كريم زي ده او مرهم زي ده، بس حاسة ان لازم اي بنوتة او اي شخص بشكل عام يبقى عنده موجود في بيته المرهم ده، لانه منقذ لجميع الحالات. فمش عايزين نطول مع بعض ويلا بينا مع بعض نبدأ. ليه بقول عليه منقذ؟ منقذ اولا لو عندك اي سكار في جسمك، مطرح مثلا حادثة، عندك حاجة معلمة في جسمك، في ايدك، في رجلك ما بتروحش، حاجة مطرح جرح معين وسايب اثر، حباية كده صغيرة في جسمك او حاجة محتاجة تتخلصي منها، كل ده هو هيخلصك منه. ازاي؟ معرفش. وكمان سعره، المفاجأة بتاعته ان هو سعره 30 جنيه، يعني هو سعره الفعلي اصلا 27 جنيه بالظبط، وده مكتوب على العلبة. بس ممكن نلاقيه غالي شوية او غالي شوية، فمثلا ممكن يوصل 30 جنيه. عايزة اقولك انت هتجيبي انبوبة مرهم او انبوبة كريم واحدة 30 جنيه بس، هتقعد معاكي كل ده وهتعمل لك كل اللي ممكن تتخيليه. اثر حبوب، اثر جروح، كل حاجة بصي هتخفيلك، هتشيلها كده، هتخليها لك ملهاش اي اثر خالص ولا اي وجود. المرهم التحفه اللي انا بتكلم عنه ده هو ده، مش هقول اسمه بس هحط لكم صوره ليه لوحده في اخر الفيديو عشان لو حد عايز ياخده سكرين شوت. عايزه اقول لكم هو اصلا سعره على العلبه 26 جنيه ونص، 26 جنيه، بس انا قلت ممكن نقول 30 عشان ممكن دلوقتي يبقى غلي. حاجه كمان، ده لو لقيتيه في اي حته يمكن مش هتلاقيه كتير ومش هنلاقيه في اي صيدليات، يعني بيكون متوفر في الصيدليات اللي تحسي ان هي صيدليه مؤدبه كده، يعني صيدليه مؤدبه هتلاقيه جواها. فبجد لو لقيتي المرهم ده هاتيه، وعمرك ما هتندمي على اي حاجه في جسمك هي موجوده. هو هيخفيها لك خفه طبيعي، يعني هيخفيها لك لو انت مش شايفه حاجه، مش شايفه ليها اي اثر خالص. فحقيقي المرهم ده كنز، كنز كده. لو لقيتيه في الصيدلية جربيه. لو لقيتيه هاتي بس واحد وجربيه، واستخدميه مثلا على حاجة سايبة أثر في جسمك، سايبة أثر، أو مثلا مكان عملية، مكان في ساعات بنتخربش خرابيش كده بتبقى سايبة أثر في الجسم شوية. حتى بقى عملية أي حاجة يعني كان فيها فتح أو كان فيها حاجة وسايبة الأثر بتاعها، استخدميه عليها وانت هتشوفي الفرق. انا كده خلصت الفيديو واشوفكم فيديو تاني وجديد. مش عايزين ننسى الاشتراك في القناة، ان انتوا ما بتشتركوش، بتشوفوا من غير ما تشتركوا، وانا كده هزعل منكم ومش هقول لكم حاجات مخفية تاني في الصيدلية ممكن تجيبيها وتنقذك. اشوفكم فيديو تاني وجديد.